هذه إذاعة إرنا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الأربعاء 10 من فبراير. وكما عودناكم مستمعات الكريمات مستمعي الكرام، نستهل برنامجنا معكم ابتداء بنشرة للأخبار، وضمن برنامج متابعات نقدم لكم الجزء الثاني من اللقاء الذي أجراه الزميل أحمد شريف مع الأستاذ عثمان حجاج من الاتحاد الإريتري للشباب المستقل. قبل ذلك مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام أقدم لكم نشرة للأخبار فيما يلي أبرز عناوينها. حلول الذكرى السنوية لتحرير مدينة مصوع. رئيس الوزراء السوداني يعلن أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد. إعادة انتخاب موسى فكي أمينا للاتحاد الأفريقي. وزيرة الخزانة الأمريكية تقول بأن الملايين من الأمريكيين مهددين بالجوع. كانت مستمعات الكريمات مستمعي الكرام تلكم عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة إرينا. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. يصادف اليوم 10 من فبراير ذكرى عملية فنقل البطولية والتي انتهت بتحرير مدينة وميناء مصوع، الميناء الأول في إريتريا. ففي مثل هذا اليوم شن الجيش الشعبي لتحرير إريتريا عملية ذات محورين بري وبحري لتحرير مدينة مصوع، مستفيدا من التجربة الفاشلة لتحريرها عام 1978 والمعروفة باسم معركة سالينا. وشنت في هذا اليوم القوارب السريعة المحملة بمدافع الدوشك الثقيلة هجوما كاسحا على قطع البحرية الإثيوبية، بينما قامت الدبابات باقتحام الميناء عبر سقالة قطان. وانتهت المعركة البطولية بتحرير المدينة وإنهاء الوجود الإثيوبي في المدينة، إذانا ببدء عملية التحرير الكاملة، والتي تكللت بعد عدة أشهر بتحرير كامل التراب الإريتري في 24 من مايو من عام 1991. أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك أسماء الوزراء الذين سوف يتولون الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة التي تم تكوينها وفقا لمخرجات اتفاقية جوبا للسلام. وحصلت القوى المسلحة السابقة فيها على وزارات مهمة، حيث حصل حزب الأمة على منصب الخارجية بتولي مريم الصادق المهدي المنصب، وفازت حركة العدل والمساواة بمنصب وزارة المالية بتولي جبريل إبراهيم المنصب، ونالت الحركة الشعبية جناح حجار منصب وزارة الحكم المحلي بتعيين الدكتورة بثين إبراهيم دينار. وحصل حزب المؤتمر السوداني على وزارة الصناعة بتولي إبراهيم الشيخ منصب الوزير، واحتفظ 3 وزراء بمناصبهم الوزارية القديمة. وتواجه حكومة حمدوك الجديدة تحديات أهمها الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد والتوتر الحدودي مع إثيوبيا، وكيفية تأمين استمرار الأداء الحكومي في ظل المحاصصات والمكايدات الحزبية. بعد انتهاء القمة الأفريقية 34 تمت إعادة انتخاب تشادي موسى فكي لولاية ثانية مدتها 4 سنوات بعد حصولها على أصوات 51 دولة من مجمل 55 دولة. وتعهد الزعماء المشاركون في القمة التي عقدت بواسطة تقنية مؤتمر الفيديو بالقضاء على جائحة كورونا وتقوية مؤسسات الاتحاد الأفريقي والعمل على حل أزمة سد النهضة بالتفاوض، حيث أكد الرئيس المصري ورئيس الوزراء السوداني عن رغبتهما في حل الأزمة الناشبة حول سد النهضة بالمفاوضات. نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن وزيرة الخزانة الأمريكية الجديدة جانيت ييلين قولها أن سوق العمل الأمريكية متعثرة، وأنها قد لا تتعافى قبل أعوام من دون الدعم الذي وعد به الرئيس جو بايدن في خطته للإنقاذ الاقتصادي. وعند حديثها عن أرقام التوظيف التي نشرت يوم الجمعة الماضي، وظهرت استحداث 49,000 وظيفة فقط خلال شهر واحد، صرحت الوزيرة لتلفزيون CBS: نحن في أزمة عميقة فيما يتعلق بسوق العمل، وثمة طريقة طويلة للخروج منها. ولكن يلين توقعت في حوار آخر مع شبكة CNN أنه في حال إغرار خطة بايدن والتي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار فستعود القدرات التوظيفية الكاملة العام المقبل، وفي غياب ذلك الدعم سيبقى معدل البطالة مرتفعا لأعوام مقبلة، وربما
لن يبلغ 4% مرة أخرى قبل عام 2025 كما قالت. ونبهت وزيرة الخزانة إلى أن ملايين الأمريكيين معرضون في هذه الأثناء للجوع وفقدان منازلهم. بهذا الخبر من واشنطن مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام، نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية نشرتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز عناوينها. هذه إذاعة إرنا. حلول الذكرى السنوية لتحرير مدينة مصوع. رئيس الوزراء السوداني يعلن أسماء الوزراء الجدد في التشكيل الوزاري الجديد. إعادة انتخاب فكي أمينا عاما للاتحاد الأفريقي. وأخيرا وزيرة الخزانة الأمريكية تقول بأن الملايين من الأمريكيين مهددين بالجوع. استمعتم فيما مضى مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام إلى نشرة للأخبار قدمتها لكم من إذاعة إرنا. متابعة طيبة أرجوها لكم مع ما تبقى من فقرات برنامجنا. إذاعة إرنا، صوت مستقل لإريتريا. عزيزي المستمع وعزيزتي المستمعة، السلام عليكم. مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج متابعات من إذاعة إرنا الدولية في باريس. نكمل ما بدأناه من حديث مع الشاب عثمان وتحجاج، عضو إداري وقيادي في الشباب الإريتري المستقل، للحديث عن التطورات التي تشهدها إريتريا والحراك الإريتري بشكل عام، وتحديدا الحركة الشبابية، وكيف تتابع الحدث الإريتري والتطورات التي تشهدها المنطقة بشكل عام. أستاذ أبو عفان، مرحبا بك مرة ثانية. هذه إذاعة إرنا. يا هلا أستاذ أحمد، أهلا وسهلا. الله يسلمك. طبعا المشاريع غير الوطنية اللي استهدفت الوطن واستهدفت الكيان الإريتري، وفي مقدمة المستهدفين هم دائما الشباب، والدليل على ذلك أنه يعني الآن إريتريا لو قلنا هي خالية من الشباب ما نكون مبالغين. تفتكر أبو عفان من خلال متابعتكم أنتم كشباب لماذا استهدف الشباب يعني في إريتريا، سواء كان بالمشروع اللي قلته التعليم باللغة الأم، التدريب العسكري، والحروب التي تورطت فيها الدولة بفعل فاعل، وفي نفس الوقت النظرة للشباب كنظرة بتاعت أنت شاب أكثر مننا عارف الهناية. لماذا استهدف الشباب كمدخل؟ لأنه لا يمكن أن يسقط نظام غامعي ديكتاتوري إلا عن طريق الشباب، وهو يعرف المهدد الأكبر يعني للنظام هذا هو الشباب. لذلك أولا تم استغباء الشباب. يعني الشباب لو تلاحظ الآن يعني بصفة عامة في أريتريا، يعني يا أخي لا يوجد في دولة كاملة جامعة، كانت جامعة وتم إغلاقها. شباب الأريتري كوليجات ومناهج معينة تبدأها بلغة الأم وتختمها في ساوة يعني. وحتى لغة الأم في حد ذاتها يعني هي أكبر مغصم للشعب الأريتري. يعني أنت من حقك تدرس يا أخي لغة أم، لكن لابد للدولة يعني للشباب أن يعرف يعني كيف يعني يستفيد من العلم، وكيف ممكن يعني بالذات يعني في لغات مؤسسة الدولة. يعني تعرف أنت نحن بصراحة كشباب أريتري يعني في مصاعب كثيرة واجهتنا من الداخل. واحد من عمر 14 عام يعني كل همه يعني كيف حامشي العسكرية، كيف حامشي لكي لا يكمل التعليم، يعرف بأنه حيختمها بالعسكرية. يعني هي ما مش فاضلة. والعسكرية الإلزامية في أريتريا هي ليس بطريقة مؤقتة، يعني هي الحكومة مؤقتة لكن العسكرية أبدية، يعني فهمت؟ فده يعني الواحد. وكمان العسكرية تعرف الآن الشباب يعني الآن في شباب في كندا رفعوا قضية يعني في قضية التعدين في شركة ضد شركة التعدين الكندية في كندا يعني، وربحوا القضية يعني. ليه؟ لأنه الشباب الأريتري يبني الطرق،
يعني يكسر الجبال. يعني كنا مجرد يا أخي عبيد للجنرالات، للنظام، لمشاريع النظام. يعني الآن أول ما خرجنا من أريتريا عرفنا بأنه أريتريا يعني دولة ليست صغيرة يعني كما يقدمها النظام يعني دائما للشعب. وبالعكس يعني في جزر تستأجر بملايين ومليارات الدولارات يعني، وفي ذهب يعني يباع في سويسرا ويباع في كندا. ومع هذا تجد يا أخي الشعب الأريتري لا يجد حبوب مسكن، لا يجد ما يأكله، يعني دائما عايش يعني تهدد مهدد الفقر يعني، ولا يوجد استقرار يعني. فهذا كله يعني لكي تتم هذه المشاريع لابد للنظام أن يهجر الشباب، أن الشباب يجد لكل إشكالية حل، إن كان حل مؤقت أو حل أبديا. فحتى يعني في أريتريا الآن إحنا كشباب في الزمن اللي كنا موجودين في أريتريا ممنوع يعني بعد الساعة 10 مساء ممنوع بأن يجلس 4 5 6 شاب في يعني مقهى أو نادي أو يعني في منتصف الطريق أو كده. ليه؟ يعني يتهموا بأنهم إرهابيين أو معارضة أو مراسيل الويان الشماعة القديمة. وفي تهم كثيرة يعني متوفرة لكي تفرتك شمل الشباب يعني. فالشباب مشاكله صراحة في أريتريا شباب يعني يواجه إشكاليات كبيرة. وحتى الحرية اللي نتحدث بها اليوم يعني دفعنا ثمنها أرواحنا. وكده أقول أرواحنا، أنت عارف الواحد خروجه بطريقة غير رسمية من الدولة عن طريق قطع الحدود بالتهريب، يعني 90% أو 100% يموت إذا تم القبض به. يعني في أريتريا يودع في سجن لفترة غير معروفة أو يقتل رميا بالرصاص، وهذا ما كان يحصل. عندك أول ما يأتي السودان يعيش في جزء من الشباب يفكر في الصحراء وجزء في سيناء، وهذه كلها نسبة النجاح فيها لا تتجاوز 1%. الآن كم من الشباب ماتوا يعني في هذه الطرق الموحشة. ومنه تعرف البحار يعني، وتعرف كم شاب أريتري سقط ومات يعني في البحر المتوسط، وكم مات في سيناء، وكم الآن يموت قهرا في أوروبا لأنه يعني بعيد عن بلده اللي دفع يعني آبائه وأعمامه وإخوانه يعني لأجل أريتريا. يعني الآن في أبناء شهداء يموتون قهر وكمد، يعني كل ما يشوفوا بأنهم أحيانا يقال عنهم بأنكم ليس أريتريين، ويعني وتعرف يعني اتهامات النظام. فصراحة الشباب الأريتري يعني مشاكله لا تعد ولا تحصى، وده كله كان بصورة يعني متعمدة من الدكتاتور. لأنه لو فتح الجامعات والمعاهد والعلم وأدخل يعني اللغات العالمية، وتعرف يعني هذا الشيء يعني يجيب تغيير دايركتي بالنسبة للنزاع الشباب، يعني يعرفوا يعني كيف يعني يفكروا حتى بمفهوم الدولة يعني، فهمت؟ فده هو أول طريقة بدأ بها. الطريقة الثانية قسم والمجتمع الأريتري مع كله. يعني تعرف أنت النسيج الاجتماعي في أريتريا يعني دائما شعب يحب بعضه، شعب كريم، شعب يعني ما كان يوجد بس هذا يعني الجيل القديم، يعني الجيل القديم، جيل الثورة، جيل النضال، يعني كان جيل واعي. الآباء والأمهات دائما يعني ما كانوا يميزوا هذا. يعني صراحة نحن ما يعني ورثنا لا عنصرية ولا قبلية ولا جهوية، دائما يعني كنا نحب أبناء وطننا. ولكن منذ استيلاء سياسة فورقي على العرش يعني وضع يعني فتنة بين الشباب، بين المجتمع، وتقسيم يعني فهمت يعني كلنا نعرفه.
حتى يلاحق الشباب في الخارج يعني بكوادره، وكوادر النظام يعني وما أدراك ما كادر النظام. الكادر بتاع الجبهة الشعبية يترك دينه ولا يترك الجبهة الشعبية، يتخلى عن والدته ولا يتخلى عن، لأنه خلاص يعني يحصل برين بوش غسيل دماغ، يعني ما في مخه غير سياسة العزيم، سياسة الأعزم، هذا التنظيم المنقذ للعالم مش لأريتريا. فلذلك الكوادر من أخطر الجنود، يعني جنود الجبهة الشعبية في الخارج هي الكوادر، ونحن نعرفها، يعني هي موظفة في مجالات مختلفة، منهم الفنانين اسمه يعني. فصراحة هذه الإشكاليات، ومع ذلك يعني الحمد لله تلاحظ يا أستاذ أحمد اليوم الشباب بدأ يفهم الألاعيب وبدأ يرص صفوفه ويوحد كلمته بالشيء كلها اجتهادات فردية، مع يعني المؤامرات اللي دائما تحاك ضد الشباب، ولكن في شباب وطني، شباب غوي، شباب يعني عنده عزيمة، شباب يعني مستعد يدفع الغالي والنفيس. يعني هذا الأمل فيه، وهذه الفئة موجودة الآن في الشباب الأريتري، وعارفة عدوها وحددت هدفها، وهي يعني ماشية نحو الهدف الأسمى والغاية الأكبر. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. جميل جدا، شكرا لك عثمان وتحجاج، عضو القيادة الشبابية في الشباب الإريتري المستقل، وتتحدث لمستمعيك في الداخل والخارج عبر إذاعة إيرينا الدولية من باريس. أبو عفان، الشعب استهدف في وحدته الوطنية ما في شك، وتأثر كثير بتلك السياسات غير الوطنية والمشاريع. الشباب على نفس المستوى الرهان عليه موجود، لكن برضو تأثر الشباب بالسياسات والمشاريع الهدامة برضو هو الشباب معرض للتأثير أكثر. والآن طبعا لأنه التكنولوجيا الحديثة دي أتاحت المجال لكل من هب ودب إنه يطلع على الناس ويقول ما يقول. نحن لا نتحدث عنهم كمؤسسات، ولكن لخطورة ما يبثوه من سموم ويؤثر على المجتمع نتحدث عن هذه المشاريع. هذه إذاعة إيرينا. ولا خير يأتي منهم، انتبهوا منهم، لأنهم يعني يصنعون لكم أعضاء، ولكن انغلب السحر على الصاحر، يعني كما نرى الآن، ومن يعمل ضد من نعرف. ولكن للأسف جاءت مبادرة مباشر، يعني هذه الإشاعات أيضا غيلت قبل اليوم زي ما عارف، واليوم أيضا تكررت. وبعد يعني الإشاعة دي الشعب الأريتري بصفة عامة، يعني إن كان بعلم أو بخبث لا ندري، كوادر النظام في الخارج ومنصاته الإعلامية تبنوها واشتغلوا فيها، وقدموا بأنهم 111 أصحاب الأرض، وكأنهم مدافعين يعني، وهم يعني يعرفوا بأنهم تم تبرئة إسياس أفورقي بطريقة غير مباشرة، وتحميل هذه المشكلة وهذه الإبادات وهذه الجرائم الحرب اللي ارتكبت ضد شعب تيغراي، بأن المسلمين الأريتريين هم من ارتكبوا هذه الجرائم. وفي نفس الموال الآن البروفيسورات والإعلاميين التجارو شغالين في نفس المنهج، ويحملوا المسلمين الأريتريين هم الغطلة وهم من أبادوا تيغراي. يعني كانوا هم منصفين، على الأقل كانوا يعني يحمل المسؤولية سياس كرئيس أو كرئيس حزب أو كرئيس دولة، ويحمل أبي أحمد بغض النظر سياسي يمثلنا أو لا يمثلنا يعني. لكن تحميل فئة بعينها هذه المشاكل عواقبها وخيمة، وهذا توريث للأجيال القادمة، بأنه نفس اللي ما نراه الآن الأغازيان يعني ما لم يروا منا إلا خيرا، كانوا معنا في أريتريا وفي كل يعني مسيرتهم للمهجر كنا مع بعض، وكنا أبناء وطن لا شر بيننا. ولكن لأنه في خبث قديم وفي يعني حقد مدفون
وبأنهم قالوا لهم بأن المسلمين أعداءكم، الآن هؤلاء قالوا سنبيد المسلمين ونجعل دولة مسيحية وكذا، ونفس الأسطوانة الآن تكرر لكي يعني يرث الشعب التجراي والجيل الجاي يعني يكون في عداء. هذه إذاعة إرنا. تشويه قوات الدفاع وما إلى ذلك. أنا أعتقد يعني ملاحظتك في الحتة دي شنو أبو عفان، ونحن على خواتيم المقابلة؟ نعم والله زي ما قلت، هو ليس يعني نحن أكيد يعني في وطنيين وفي شرفاء يعني، بس كله يعني ما في حاجة صدفة. يعني تعرف أنت في السياسة يعني أنت أدرى يا أستاذ أحمد، ما في شيء يأتي صدف، لكن أحيانا في أشياء يعني تفاجئ يعني حتى يعني الداهية السياسية. يعني الآن هذا الشعب يوريك بأنه هو محتاج لبعض، ولكن نحن برضو ما نشوفها من الزاوية دي. يعني فعلا كان في معارضة من المسيحيين والمسلمين يعني تبنوا هذا الشيء، وهذه يعني بصراحة شيء جميل جدا. لكن أول ما دخلوا أتباع النظام يعني في هذا الموضوع، تأكد بأن هذا الموضوع فيه لأنه هم دخلوا ليه نحن تحليلنا، لأنه تم تبرئة تنظيمهم ورئيسهم سياسة فورجي من جريمة الحرب الذي ارتكبها ضد شعب تيغراي، وتم تحميلها لمجتمع آخر لا يهم يعني هذا المجتمع غدا يموت يبغى، هذا مش مشكلتهم، مشكلتهم هي تبرئة سيدهم. من هذه الزاوية أما ما رأيناه صراحة يعني شيء جميل، وهذا ما نتمناه يعني أن يكون دائما مبني على أسس وحقوق، ويكون في حب واحترام زي ده وضرورته يعني بعده يأتي كل شيء. شكرا جزيلا. أعتقد أنه برضو أنتم كحركة شبابية محتاجين أن تصلوا للناس، وزي ما قلت أنتم بمبادراتكم الفردية شغالين. على الرغم من أنه الساحة الإريترية في الخارج بالذات تكثر فيها المراصد، تلفزيون على إذاعة على يوتيوب وغيره وغيره، أفراد وجماعات. وإذا كان كده أنتم كشباب عندكم فكرة للاستغلالية، حتى لأنك أنت إذا مستقل في رأيك، مستقل في فكرك، من الصعب جدا أنه تطرح أفكارك كما تشاء وكما تراها عبر المراصد التابعة لاتجاهات مختلفة يعني. صحيح والله. أول أنا بصراحة يعني بشكر إذاعة إيرينا يعني، وبشكرك أستاذ أحمد، لأنه يعني نادر ما تجد قنوات يعني تهتم بالشباب وتهتم بالحركات الشبابية. يعني هذه بصراحة شبه معدومة يعني، بالذات يعني فهمت يعني الشباب زي ما قلنا الآن. يعني أنا ما عاوز أقول كل ما يقال عنه، ما عاوز أثبته، ولكن تعرف يعني هو بصراحة مهمش، ونحن فعلا يعني إن شاء الله يعني هذا الموضوع شغالين فيه يعني لكي يكون لدينا قناة مستغلة تمثل هذا الحراك وتمثل هذا الشباب. وإن شاء الله يعني في أمل وفي برنامج يعني طرح بأنه يكون لدينا قناة، يعني إن كان عن طريق اليوتيوب بطريقة مختلفة، أو قناة تلفزيونية، أو يكون إذاعة يعني راديو. ففي بصراحة يعني المشروع ده يعني المشاريع زي دي لأنه ضرورية هي، ومن دونها ما تقدر تصل للشعب، وصعب تصل، وحتى وصولك ما حيكون بصفة عامة، ما يعني يعرف عنك الشعب مثلا زي ما يعني يعني يسمعك عن طريق إذاعة أو تلفزيون. فلذلك يعني نحن محتاجين لهذا الشيء، وإن شاء الله يعني في المستقبل سيكون لدينا قناة تمثلنا ونقول فيها كل ما نريد يعني. شكرا يعني المرة الثانية والثالثة لإتاحة الفرصة، وإن شاء الله يعني ما يكون آخر لقاء.
إن شاء الله، ونحن دائما نسعد ما آخر لقاء بإذن الله. نحن معكم إن شاء الله، وسنكون صوت للشاب الإريتري المستقل للحديث عن همومه. في الختام، مع الشكر الجزيل باسم كل المستمعين، أشكرك عثمان وتحجاج، عضو الإدارة في قيادة الشباب الإريتري المستقل. تحياتي لكم، محدثكم أحمد شريف، برفقة تحايا زملائي الأعزاء فتحي عثمان وبنيام سمعون والفريق العامل في إذاعة إرنا الدولية في باريس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعات الكريمات والمستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم مجددا. قبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم، أقدم لكم موجزا سريعا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية. حلول الذكرى السنوية لتحرير مدينة مصوى. يصادف اليوم 10 من فبراير ذكرى عملية فنقل البطولية والتي انتهت بتحرير مدينة وميناء مصوى. ففي مثل هذا اليوم شن الجيش الشعبي لتحرير إريتريا عملية ذات محورين بري وبحري لتحرير المدينة، مستفيدا من تجربة معركة سالينا. وشنت في هذا اليوم القوارب السريعة المحملة بمدافع الدوشك الثقيلة هجوما على قطع البحرية الإثيوبية، بينما قامت الدبابات باقتحام المدينة. وانتهت المعركة البطولية بتحرير مدينة مصوى، والتي فتحت الطريق لتحرير البلاد في 24 من مايو من عام 1991. رئيس الوزراء السوداني يعلن أسماء الوزراء في التشكيل الوزاري الجديد. أعلن مكتب رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك أسماء الوزراء الذين سوف يتولون الحقائب الوزارية في الحكومة الجديدة التي تم تكوينها وفقا لمخرجات اتفاقية جوبا للسلام. وتواجه حكومة حمدوك الجديدة تحديات أهمها الوضع الاقتصادي المتردي للبلاد والتوتر الحدودي مع إثيوبيا، وكيفية تأمين استمرار الأداء الحكومي في ظل المحاصصات والمكايدات الحزبية. إعادة انتخاب فكي أمينا عاما للاتحاد الأفريقي. بعد انتهاء القمة الأفريقية 34 تم إعادة انتخاب تشادي موسى فكي لولاية ثانية مدتها 4 سنوات بعد حصوله على 51 صوتا من مجمل 55 صوتا من الدول الأفريقية. وتعهد الزعماء المشاركون في القمة التي عقدت بواسطة تقنية مؤتمر الفيديو بالقضاء على جائحة كورونا وتقوية مؤسسات الاتحاد الأفريقي، وأخيرا العمل على حل أزمة سد النهضة بالتفاوض، حيث أكد الرئيس المصري ورئيس الوزراء السوداني عن رغبة بلديهما في حل الأزمة الناشبة حول سد النهضة بالتفاوض. وزيرة الخزانة الأمريكية تقول بأن الملايين من الأمريكيين مهددين بالجوع. نقلت صحيفة الشرق الأوسط عن وزيرة الخزانة الأمريكية الجديدة جانيت يلين قولها أن سوق العمل الأمريكية متعثرة، وأنها قد لا تتعافى قبل أعوام من دون الدعم الذي وعد به الرئيس جو بايدن في خطته للإنقاذ الاقتصادي. وتوقعت الوزيرة في حوار آخر أنه في حال إغرار خطة بايدن التي تبلغ قيمتها 1.9 تريليون دولار فستعود القدرات التوظيفية الكاملة العام المقبل، وفي غياب ذلك الدعم سيبقى معدل البطالة مرتفعا لأعوام وربما لن يبلغ 4% مرة أخرى قبل عام 2025 على حد قولها. ونبهت وزيرة الخزانة إلى أن ملايين الأمريكيين معرضون في هذه الأثناء للجوع ولفقدان منازلهم. كان هذا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام موجزا لأهم ما ورد في صدر نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم، وبه نكون وإياكم قد وصلنا إلى نهاية فقرات برنامجنا. قبل الختام أذكركم دوما بأنكم يمكنكم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicerena@gmail.com. حتى الملتقى بكم مجددا مستمعات الكريمات ومستمعي الكرام في حلقة جديدة من برنامج متابعات الأسبوعي والبرامج الأخرى لإذاعة إرنا. تقبلوا تحياتي محدثكم فتحي عثمان، وتقبلوا كذلك تحياتي زميلي أحمد شريف وزملائي في الاستوديوهات الرئيسية للإذاعة، ودمتم في رعاية الله وحفظه وأمانه. هذه إذاعة إرنا.